السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في اللون. اليوم نتحدث على جمهورية الجزائر وبطبيعة الحال على جمهورية الفيدرالية الروسية والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وبعدما قلنا هذا، أولا المناورات الجيش الروسي والجيش الجزائري على حدود المملكة المغربية على بعد 50 كيلومتر من الحدود المملكة المغربية هي رسالة واضحة للأوروبيين، وأيضا رسالة واضحة للمملكة المغربية على ما يقولونه بعض المحللين السياسيين في الاتحاد الأوروبي. فالكثير من المحللين يقولون أن روسيا بهذه المناورات التي تجرى اليوم في الجمهورية الجزائرية هي رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي، وأن روسيا قادرة على عبر القارات وأن ترسل جيوشها من روسيا إلى الجزائر، ومن الجزائر يمكنها أن تهاجم الدول الجنوب الأوروبي والتدخل عسكريا في جميع الدول الأوروبية، سواء كان من الشمال يعني من حدود روسيا الأوروبية أو من حدود المغاربية الأوروبية. عندما نتحدث على الحدود المغاربية فهي على الاتحاد المغرب الكبير التي هو اليوم في الإنعاش بسبب سياسة الجزائر والمملكة المغربية، بسياسة أزمة دبلوماسية التي توجد بين البلدين منذ عقود. طيب، المحللين الأوروبيين يقولون أن روسيا تحرك جيشها للجزائر لحتى أن تسيطر على هذه المنطقة بجيشها الكبير، وبعد ذلك إذا كانت هناك حرب بين روسيا وحلف الأطلس الشمالي يعني الناتو، مباشرة روسيا يمكنها مهاجمة أوروبا أو الاتحاد الأوروبي من الجزائر. وهذا يعني أن الجزائر هي ستكون أحد الدول يعني الساتليت، أحد الدول المركزية للروسيا التي ستستعملها روسيا ضد الحلف الشمال الأطلسي. هذا يعني ما يقولونه في أوروبا. وبعدما يعني بعد هذه المحللين السياسيين الأوروبيين، هناك محللين آخرين من المملكة المغربية التي يقولون أن هذه المناورات ليس تهديدا للمملكة المغربية، وهذا يعني فقط تهديد لأوروبا، وبطبيعة الحال رسالة واضحة لأوروبا. أما المغرب فهو حليف استراتيجي لروسيا أيضا، وحليف اقتصادي أهم من الجزائر في شمال إفريقيا بالنسبة لروسيا في مجال الاقتصاد، وخاصة بعد الاتفاقات الأخيرة التي يعني وقعتها روسيا مع المملكة المغربية فيما يتعلق بالطاقة النووية وفي الفلاحة وهو الصيد البحري، والكثير من الاتفاقيات الأخرى التي ستشارك فيها التي ستكون بين المملكة المغربية وجمهورية فيدرالية الروسية. وثاني والأخير هي المحللين الجزائريين والجرائد الجزائرية التي تحدثت على هذا الموضوع، كلهم يتفقون على أن هذه رسالة واضحة للمنظمات الإرهابية في إفريقيا، وأن هذه المناورات ليس لديها أي انعكاس ضد الدول المجاورة ولا حتى ضد الحلف الأطلسي، ضد الاتحاد الأوروبي والدول الحلف الأطلسي، بل أن هذه رسالة فقط للإرهابيين وللمرتزقة الموجودة في الجنوب في أفريقيا الوسطى بالأكمل. وهذه هذا الكلام غير مقبول أبدا من الجزائر. فنحن نعلم جيدا أن الجزائر هي من تمول الإرهاب والبوليزاريو في المنطقة المغاربية. هذا هناك كثير من الدلائل التي تؤدي إلى أن الجزائر هي التي تمول الإرهاب في المغرب الكبير وفي الصحراء الكبرى، وخاصة المنظمة الإرهابية البوليزاريو الانفصاليين الصحراويين المغاربة التي يريدون تمزيق المملكة، وهذا بمساندة الجزائر تسليحا ماليا أيضا. إذن المناورات بين روسيا والجزائر مناورات ضد الإرهاب، والأوروبيين يقولون أن هذه المناورات رسالة للحلف الأطلسي، أنها مناورات ضد أوروبا وضد الدول الجنوب الأوروبي. وأيضا محللين المغاربة يقولون أن هذه تهديدات فقط للحلف الأطلسي، وأن ليس لديها أي معنى ضد المملكة المغربية. جرائد جزائرية
أن هذا الحلف هو ضد الإرهاب، وعفوا هذه المناورات ضد الإرهاب وضد المرتزقة الموجودون في الصحراء الكبرى وفي المغرب الكبير. وهذا يعني تناقضات بين جميع المحللين السياسيين، ونحن نرى أن أيضا إنها رسالة واضحة لجميع الأعداء الجمهورية الجزائرية، وفي نفس الوقت رسالة واضحة لبلدنا الحبيب المملكة المغربية، وأن الجزائر قادرة على أن تتحالف مع أعداء جميع الدول من أجل أن تبقى لوحدها وبتدمير دولتها وبتدمير شعبها مع الأسف. ونذكر أيضا أن جميع التهديدات الجزائرية ليس فقط ضد الدول، بل أن الجزائريين في قناتنا الإسبانية يهددوننا ويهددوا القناة الرفوان نوتيثياس اللي هي قناة إخبارية باللغة الإسبانية، يهددوننا لحتى أن نسكت وأن لا نتحدث عن هذه المواضيع وأن لا نساند بلدنا الحبيب المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في الله.